السلام عليكم، اهلا بكم في قناتي. النهارده ان شاء الله هقول لكم على طريقتي في تخزين الخضار وازاي يبقى اخضر. في اول فيديو شفتوا البسله مخضره جدا اكتر من كده. انا جبتها هنا فوزقتها. هقول لكم ازاي برضو لما اي خضار، يعني سواء البسله او اي خضار، ازاي لما تيجي تخرجيه من الفريزر وتسويه ما ياخدش سوا. في ناس كتير بتشتكي ان لما بنطلع الحاجه من الفريزر ونيجي نسويها بتاخد سوا جدا وبتجلد شويه في قلب السوا. ان شاء الله طريقه التخزين دي ممتازه جدا لخضار كتير. انا هحط حله كده على النار، وفي قلبيها ليمونتين متقطعين شرايح، مش اكتر من كده. لا ملح ولا يعني ولا زيت ولا ملح ولا اي حاجه. يبقى الميه بمجرد ما هي هتغلي هحط فيها ليمونتين متقطعين شرايح، واروح نازله فيهم بالبسله، سواء بسله بس او بسله بجزر، او يعني اي نوع من الخضار. انا بعمله بالطريقه دي وبيقعد بالسنه، يعني اكتر من السنه كمان هتقدري تستخدمي. الباميه برضو بعملها بنفس الطريقه و بس ما عدا الخضار اللي هو الورقي، اللي هو السبانخ، اللي هي الخضار اللي هو الورقي، الملوخيه. يعني السبانخ انا بجيبها بقطعها، اغسلها كويس جدا واقطعها وتشيليها، بتبقى ممتازه جدا. لكن البسله بالجزر او الفاصوليا الخضراء او الباميه انا بعملهم بالطريقه دي. طبعا القلقاس ليه طريقه مختلفه تمام. بقلب في البسله طبعا، بتاخد بس هي غلوه واحده علشان القيمه الغذائيه بتاعتها ما تروحش في قلب السليق. يعني غلوه غلوتين بالكتير قوي. وبعد كده بنزلها واحط عليها ميه من الحنفيه، علشان مش عايزاه الحراره تسويها اكتر من كده. هي يا دوبك بس اللي هي تمتص الميه السخنه بس في قلب الغلوتين اللي انا هعملهم. هنزل عليهم ميه من الحنفيه. اي بقى ايه بسلايه مش كويسه حاجه، بروح ايه عيني. طبعا استنيت بعد ما اتصفت كويس جدا في قلب المصفى. هجيب بقى ايه فوطه، كيس مخده، حاجه اكون يعني متاكده ان هي نظيفه وناشفه جدا. هروح بقى منزله عليه الخضار اللي انا جففته، هروح منزلاه عليه كده وافرده. بمجرد ما احس ان هو نشف بروح معبياه في اكياس، واروح بقى مدخلاه في الفريزر على طول، هيبقى ممتاز جدا. لما تيجي تسويه بخرجه من الفريزر واحطه في مرقة بتغلي، بيبقى ممتاز جدا. اتمنى ان تكون عجبكم. ما تنسونيش بقى في اللايك والاشتراك. مع السلامة.